طبعا طبقة كلش حلوة وفرختها ان شاء الله كلش حلوة. تمام. شهر خنجري والنفية حمراء. شباب هسه راح اراويكم المحمية الجديدة وشنو نوعية الدجاج الجديدة اللي صارت عندنا. تمام. من هذا العلاج هذا من زمان عندي، يعني انا استخدمه للتنفسية كل زين. جبته من البيطري. هي علمت الدجاج كله يركض ورا هذا الديك المقرود تهلس بيه. هذا جاي تشوفوه يخاف من خياله. يعني هذا الديش كارثة. يابا صباح الخير، شلونكم؟ شو اخباركم؟ حبايب قلبي شوفوا لي الاجواء الصباحيه. طبعا هسه الساعه بالستة، بس شوفوا لي الجمال. طبعا الشمس هسه توها بدات تطلع. شوفوا لي الاجواء، شوف الاجواء. طبعا قد احب هاي الاجواء الصباحيه، احلى شيء. شوف هذا نقول الشبه بستان مو بستان لان انتهى كله النخل شلعوه. على العموم شوفوا الجمال، راح اراويكم اياه اكثر شباب. شوفوا ما شاء الله الشمس من تطلع عليه بداية الصبح كلش حلو. تمام. فشباب بالاجواء خيالية. على العموم طبعا عندنا صارت احداث بالسطح جديدة، محمية جديدة ونوعية دجاج جديدة. تمام. راح تشوفوها كلها راح تعرفوها بهذا الفيديو. تمام. بداية راح نبديكم من الحمام، نراويكم شنو الاحداث اللي صارت هنا، اذا اكو شيء جديد نعرضه لكم. تمام. ونرجع نوب على بقية السطح. يا الله شباب. طبعا هنا حاليا عندنا هذا الارفلي، هذا باق واحدة لحد الان ما لقيت له يعني نتيجة حلوة. ان شاء الله بالايام القادمة نشوف نتيجة حلوة نذبح عليه. هذا ما شاء الله كلش حلو. وعندنا ذني كذلك زوجا، وحاليا يعني يردني بيضا. تمام. جزء بالفيديو الجاي تلقون من بيضات ان شاء الله. طبعا طبقة كلش حلوة وفرختها ان شاء الله كلش حلوة. تمام. شهر خنجري والنفية حمراء. هذين الخانتين بعد شباب ما لحد الان ما جبت فيها طيور، بس ان شاء الله طيور يجي هنا حمر ان شاء الله، يعني كذلك طبقات حمر. ذني طائرات. طبعا تحتين الباب تقريبا بالخمسة ولحد الان هسه الساعة بالستة وماكو. تمام. هنا يطولون ساعتين، يلا ينزلت 3 ساعات، فما عندنا شيء هنا. شباب هسه راح اراويكم المحمية الجديدة وشنو نوعية الدجاج الجديدة اللي صارت عندنا. تمام. هاي شباب هاي المحمية، طبعا قطعتها من هنا. هذا المحمية هاي كانت تدرون مفتوحة، قطعتها من هاي الجهة، فصارت حاليا قسمين، يعني صارت محميتين. تمام. هاي شباب ذبيت بيها ذني الدجاجات الجدد. هاي نوعية الدجاج جديدة. شوفوا ما شاء الله شباب، دجاجة برقيبة كلكم تعرفوا. هذا الديك وهاي الدجاجة، بشوفوا ما شاء الله على الوان شباب. شوفوا هاي الدجاجة مالته، طبعا اللون مالتها كلش حلو ما شاء الله. يعني دجاجات ان شاء الله نتمم عليهن خير، وبالايام القادمة ما نضل عليهن نكثرهن. يعني هاي النوعية نحاول نكثرها. اذا حصلت دجاجات بهيك مستوى ابو رقيبة هم اجيب. تمام. ونكبرها هاي المحمية ان شاء الله مالتهن. هاي الدجاجة برقيبة كلش حلو ما شاء الله، يعني حلو ان شاء الله نطلع منه بيض. طبعا الدجاجة تبيض. طبعا البارحة اول ما جبتها بيضت. على العموم ان شاء الله نتأمل خير من عندهن. طبعا كسكت خلينا نسولف. طبعا عندي لقحن وبنفس الوقت عندي هاي الدجاجة عندها تنفسية شوية يعني لاحظتها البارحة عندها تنفسية، فحنطي علاج تنفسية ان شاء الله. هسه خلينهن قدامكم. تمام.
فخلوا راح اجيب لهن المي، لان المي شلته البارحة حتى يعطشن واخلي لهن. تمام. فراح اجيب لهن العلاج واجيب لهن المي واصور لكم اياه شنو العلاج. شباب طبعا هذا العلاج هذا من زمان عندي، يعني انا استخدمه للتنفسية كل زين. جبته من البيطري هذا، خلي شوية من عده. طبعا هو يقول لي قبق ويقول لي كذا، انا ما التزم بهاي الشغلات. عينك ميزانك. استخدمته سابقا للدجاج كل زين. تمام. طبعا ما اعرف اسمه لان قلت لكم هاي هي خلطة خاصة بالبيطري. تمام. فخليها الهن. يلا شربا. طبعا جبت لهن جت الصبح من غبشة بالخمسة تقريبا، راح جبت لهن جت. اذا جاي يشوفون القاع كلها جت. هذا ان شباب كتبوا لي رايكم بيهن بالتعليقات. تمام. هنا ايش عندنا؟ هنا الشمسيات نفسهن. دني الاربع دجاجات والديج. طبعا الديج ما خلن بي، الذيله كلها اكلنا. شوفوا ينقرن بيه خطير اكثر وراه، حتى قام يخاف من عدهن، ما خلن بيه شي. فانا راح اعوفه نطلع منه افراخ شرد من عده، لان هو خوش ديج يعني ما اقدر نغيره من يقدر. هو اخوهن هذا شباب، هذا اصلي. شوفوا الاطراف مالته شلون قصيره، الجنح شوفوا الجنح مالته شلون هادل، شوفوا جنح نازل لجوا. هذا الديج يعني اصلي 100% كويتي، بس حرامات ذي الدجاجات يعني دمرنه. ها ايش تردين؟ جت مطيش هاي القاع متروسه جت، ما تاكلين. شوف اكثر واحده اكلت بيه هي هاي معروف. هاي كارثه. هاي الدجاجه تريد لك صفه بيها حلوه ماكو. هاي انا اعرفها طبعا، دجاجه غثيثه كلش. هاي اذا ارادت بيض تخبص الجو، حتى الجيران يشردون من وراها. هاي الصيح يعني مو تكاكي. الدجاجه طبيعيه من تتبيض يعني تكاكي. هاي لا الصيح شلون واحده تريد تجيب. هاي اضافه الى البيض قامت تاكل البيض مالتها، تبيض تاكل البيض مالتها، بيضا ذني تاكل بيضها. الديج تركض وراها هلستها تهلس. هي علمت الدجاج كله يركض ورا هذا الديج المقرود تهلس بيه. هاي يعني دجاجه غثيثه. يعني البارحه تصوروا زمت لها السكينه تذبحها. هاي شوفوها حتى عرفها عوج من الخباثه مالتها. هاي شباب المحميه اللي هنا مال الشمسيات. هسه ان شاء الله بس اطلع من عندنا افراخ يعني. شوف شلون نقرته. شباب خاف يوم اجي يعني اغيب عنهم يومين القديش ما ضال بي مزلخاته الصبح. يعني مهلساته الي جاهز للذبح. قبل لازم اذبحه واذبه بالجدر. والله كارثه. شوف هسه اذا لقينا ديج حلو مرتب كويتي اصلي مثله نفس المستوى نذبه وياهن، يعني نشيل هذا ونخلي مكانه. بس خاف هم ياكلنا الديج الجديد اللي اجيبه هم ياكلنا. كارثه. يعني هاي الحاله بس ما صارت عندي، هاي اول مره قد ربيت دجاج ما صارت عندي هاي الحاله. اول مره هيك اشوف دجاج. قلت لكم كلن ورا هاي يعرفوا العوج. هاي هي علمت الدجاج على هيليقه كلها. يلا ان شاء الله خير نشوف شي يصير عندنا ما ندري. وان شاء الله ما بقى شيء للتكريك ان شاء الله. عن قريب ان شاء الله التكريك يبدي بالشهر التاسع. طبعا هنا لا تخافن
هنا شباب ذني نفسهن ماكو شي، ماكوش تغيير. لا هذني شوي احسن من ذنيك، يعني احسن من الشمسيات بكل شي. ما شاء الله بيضين وحبابات. هذا الديك بداية قاموا ياكلن بيه، شو هسه ما ادري بعد وقفين يعني بطلن ما ادري، بس انه هم هاللسان رقبته. شوفوا شباب كان كلش حلو مليان ريش، هسه هم هلساته ماكلاته، بس يمكن توقفن يعني اعتقد اتصور هيك، ما منتبه لين يعني بالضبط، بس ما شفتهم بعد اكلن. على العموم انا جاي انطيهن كالسيوم شباب، كالسيوم الاحمر، وهذا مال الحمام. هسه راح اراويكم اياه، راح اجيب لكم العفو، راح اجيبه واخليه قدامكم الحين حتى تشوفوا. تمام ثواني شباب خلي اجيبه. شباب هذا هنا خليته، هذا لا تشوفوه، هذا بكالسيوم املاحية خاصة بالطيور. انا جاي اذبلهم من هذا، وهن زينات يعني ياكلنا. شوفوا يحبنا، يظل يلقطن بي يعني اذبل هاي كمية، يظل يوم يومين مرات يظلن ياكلن بي يلقطن بي. هذا كل زين لهن، يعني انا استخدمته جربته ممتاز كلش راقي، حتى يزيد انتاج البيض عندهن. وبالكتير يعني بطلن هاي الحالة يعني مال اكل الريش اكل البيض، لان طبعا ما ياكلن بيض، ياكلن بس ريش. بس عندي الشمسيات لا ياكلن البيض كذلك كامل. هاي الطبقة مال الفريات، وان شاء الله خير، هم نتأمل معناتها خير ان شاء الله. نشوف فرختها. وديك هسه انا يعني ما باقي عليه، يجوز بسبب العرف مالته طبعا. عرف مالته افرق، ذني عرف سيافي، فانا ما تصير عندي خربطة. ان شاء الله اذا حصلنا ديك ابيض عرفه سيافي مرتب نغيره هذا، يعني نطلع هذا نذبه بغير محمية، نسوي له محمية جديدة خاصة به، ونجيب نذب هنا الديك الجديد. تمام، وان شاء الله ايام القادمة نشوف شي يصير عندنا ما ندري. شباب هنا عندنا يعني بيع الدجاج او الطيور مو يومية، يعني فقط الجمعة. تمام، الجمعة فقط اكو سوق خاص يبيع الطيور والدجاج وهاي السوالف. فيعني صعوبة يعني من تروح الجمعة، هسه انا من رحت هاي الجمعة صعوبة تحصل شي زين، يعني كل اللي موجود اكثريته او 80% نقول من عنده مو زين، يعني لو مريض لو كبير بالعمر لو يعني مو مواصفات حلوة. تمام، فشوية صعوبة نحصل. على العموم هنا ايش عندنا؟ هنا ذن على حال، هنا هاي الطبقة، هاي اللي مطوقة الكريمية او الشمسية، وهذا ديك الدندراوي. شوف ما شاء الله كلش حلو، بس بيه عيب واحد، يخاف من خياله. يعني هذا ديش كارثة، يخاف لا درجة، لا ديش ثاني معاه بصفه ويشرد، كلش خواف كتلني. هسه انا عايفه هنا شريد من عنده، المهم يعني يلقح ونطلع من عنده انتاج، ما رايدين من عنده شي. ان شاء الله. هاي هنا طبعا سويت لها مكان للبيض مثل ما جاي تلاحظون، مكان للبيض سويت لها، خاوتي تبيض. وان شاء الله هم نشوف ذني هم يظلن هيك وحدهن. اذا حصلنا دندراوية حلوة نذبها، دجاجة حلوة تناسبها من نذبها وياه، انا بدنا نطلع انتاج حلو. تمام، وان شاء الله همين بالايام القادمة نشوف شنو يصير عندنا. طبعا ذن نزلن الساعة هسه، خلينا نشوفها بيش بالله. هنا طيارتهم بالخمسة، الساعة هسه بستة وخمسة وعشرين، يعني نقول يعني تقريبا 6:30. تمام، صار ساعة ونص طائرات هسه يلا ينزلن. هذا الفحل والطيرة، طبعا هاي الطيرة ما اعرف تارة بصراوية ما ادري، هي تلعب بس المشكلة انه تعلى يعني تصعد ويا التار وتطول بالمطيار وياه. راويكم الاجواء من هنا ما شاء الله، اجواء صباحية كلش حلوة، انا احبها طبعا، ما احب اظل نايم للظهر، اقعد من الصبح حتى لو ما عندي شي اقعد.
هذا هنا جبت هنا الورد، كان بالحديقة جبته هنا، شباب بالحديقة يعني في عليه، فهذا يريد شمس. هاي شغلة ثانية، الدجاج مرات يعني يطلع يطب لي الحديقة ياكل من عنده، فجبته هنا خليته. هاي المحمية بعد هي ما سويت يعني بيها شي ولا عدلت عليها، لان حاليا عايفها ما عندنا لها شي يعني دجاج او ما محتاجينها، من نحتاجها نسقفها تمام ونخلي لها باب ونستخدمها. بس اكو فكرة ببالي يعني نشوف